في آخر ماتشات الدوري قبل التوقف الدولي، الزمالك يسعى للحفاظ على القمة متسلحا بأمل إن الأهلي وبيراميدز يولعوا في بعض. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل ما نروح لماتش دجلة محتاجين نتكلم على ماتش الحمراء والزرقاء الأول، وإيه هي أفضل نتيجة للزمالك. بس قبل الماتش عايز أتكلم عن بيراميدز، وأنا بصراحة بكره النادي ده يا غالي، ومش من دلوقتي، لا ده من كذا سنة، ومش عشان خد مكاننا والعته اللي بيقولوه الحمر ده، لكن عشان النادي ده أثبت إنه منافس وسخ. وشوف معايا، خد أحمد ميهوب حارس المحلة وقتها عشان بس يحرمك منه، دخل وخد سيف جعفر ويوسف نبيه، صحيح هم عيال ملهمش لازمة ولا حد فاكرهم، واتحداك أصلا لو تعرف ابن أسامة نبيه مرمي إعارة في أنهي نادي في الدوري. لكن الكلام هنا على فكر النادي ده، وإزاي تحول من نادي المفروض منافس ليك لنادي عايز يدمر ويهد فيك، لأنه خلاص عرف إن المنافسة معاك مش هتنفع، ولازم تبقى واقع ومتدمر علشان يعرف يشارك مكانك في أفريقيا. وكدليل على كلامي، بيراميدز حرفيا كان مركز مع الزمالك أكتر ما مركز مع نفسه في فترة انتقالات الصيف اللي فاتت. الزمالك بيخلص في محمد إسماعيل، يخش بيراميدز ويعلي. حامد حمدان أعلن لمصر كلها إنه عايز الزمالك، وبرضه دخلوا وعرضوا على بتروجيت فلوس أكتر، اللي هو هرازيك يعني هرازيك، تيجي تطلب منهم حد حتى لو رميه إعارة يقولك لأ. ومش بس كده، ده يجدد ليه ويعرض عليه أكتر لو عقده بيخلص، ويفضل يرميه إعارة في إعارة زي صابر مثلا. المهم إنه ما يروحش الزمالك، لا وكمان يجي يطلب البجح صبحي ويعرض فيه فلوس أقل بكتير من قيمته، وفي نفس الوقت يروح يشتري آخر سنة في عقد جاد ب2 مليون دولار. ما الهدف زمالك يا غالي زي ما قلت لك، نكوش على اللعيبة وما نشتريش من الزمالك، ولو هنشتري يبقى برخص التراب. المهم ما يخشش للزمالك فلوس تقويه. عارف كل ده ليه يا غالي؟ لأنه عارف إنه مش نادي قوي ومش بيشارك في أفريقيا علشان هو جامد. الحوار كله إن الزمالك بقاله 3 سنين مش شايف وضعيف وعنده مشاكل، فمن مصلحتهم نفضل كده. يعني باختصار بيراميدز شايف حياته في موتك كزمالك. كل ده بقوله ليه وليه دلوقتي؟ لأن بصراحة حالة التعاطف من بعض جماهير الزمالك معاهم بتجنني. النادي ده لو بنشوفه بيولع لازم نجري ونروح نجيب جاز ونوجب معاهم كمان. يعني في أزمة في ماتشهم مع الحمر بسبب الحكم، لأن ده نفس الحكم اللي حسب ضربة جزاء للشحات اللي داس بيها على بطن لاعب بيراميدز لو فاكر يعني. وكلامي ليك انت يا غالي، اوعى تتعاطف ولا تتكلم عليهم حتى، سيبهم يولعوا فيهم، ويا رب الحكم يجي ينفخ اللي جابهم، ما يخصناش. واي مشكلة تحصل ليهم سيب المنظومة تفشخوا. اتمنى يكون كلامي واضح ومفهوم، وما شوفش اي تعاطف مع النادي ده تاني ابدا. نيجي بقى لأفضل نتيجة للزمالك ممكن نستفيد بيها في مشوار الدوري. أول نتيجة وأوضحهم هي التعادل، الاتنين يقعوا وكل واحد يخسر نقطتين، ويبقى الاتنين عطلوا بعض، واحنا زودنا الفرق مع الاتنين وبعدنا بالصدارة أكتر وأكتر. لكن السؤال الصعب، إيه الأفيد للزمالك لو لازم حد فيهم يكسب؟ بيراميدز هو اللي يكسب ولا الأهلي هو اللي يكسب؟ عارف إنك بتقولي ودي محتاجة حاجة يا أبو حميد، طول ما الأهلي خسران إحنا مبسوطين، عارف يا غالي وأنا زيك والله. لكن ما تيجي نفكر فيها شوية، إيه رأيك في خسارة بيراميدز؟ الأهلي لو خسر ده مش هيفيدنا بحاجة غير إن إحنا هنحفل عليهم طبعا، لكن أنا عارف إنك عارف إن الأهلي هيكمل وهيرجع للمنافسة بلاعيبته بمديره الفني بحكامه، هيرجع. وفكرة إنه يفنش بعيد عن أول مركزين صعبة وبعيدة ويمكن مستحيلة، مش هيسمحوله بكده، وانت عارف يا غالي. فخلينا في خسارة بيراميدز ونشوف هتفيدنا احنا بايه. انت 10 نقط وبإذن الله تبقى 13، بيراميدز 5، ولو خسر هيفضل 5 ولاعب نفس عدد ماتشاتك، يعني الفرق 8 نقط لينا. بيراميدز
هيقع تاني والتالت ورابع، فالفرق ده ان شاء الله يزيد. لكن الزمالك مش هيكسب كل الماتشات اكيد، فممكن الفرق ده يقل، وانت لسه هتلعب المصري والاهلي وبيراميدز نفسه. فمن الاخر انا عايز الفرق يزيد بيننا وبينهم من دلوقتي وباكبر عدد من النقط، علشان اللي جاي انا وانت واي زملكاوي عارفين ان هدف الموسم ده هو الرجوع لدوري الابطال. بالتالي خسارة بيراميدز وبعده عن المنافسة بدري بدري هيقربنا اكتر من تحقيق هدفنا. عارف ان الكلام ده صعب وممكن ناس كتير ما تقبلوش، لكن دي وجهة نظري وكل واحد ودماغه. ولو شايف حاجة تانية تقدر تكتبها في الكومنتات يا غالي. سيبك بقى من الحمرة والزرقاء وخلينا نرجع للأبيض الملكي حبيبنا، ونشوف هنعمل ايه في ماتش وادي دجلة وايه هو التشكيل الأفضل. هنبدأ كالعادة بماتش فاركو اللي برغم فوز الزمالك وصدارته للدوري، لكن الأداء ما كانش أفضل حاجة، والتغييرات والتشكيل معظم الناس اختلفت عليهم. يعني البداية بفتوح كانت غلط، دونجا لعب وشحاتة دكة وده شيء مش مفهوم بالنسبة لي. التغييرات كمان كان عليها علامات استفهام، زي خروج شيكو بعد ما الملعب فتح. لكن أهم سلبية كانت موجودة وهي المرقعة. زي ما سمعت كده يا غالي، الزمالك كسبان 1 وجات بدل الفرصة 4، لكن ولا مرة قدرنا نسجل بسبب رعونة اللعيبة وإحساسهم إن الماتش خلاص خلص، وتغييرات المدرب اللي مالت للتأمين. الكلام ده مش هينفع مع دجلة لأنها مش ضعيفة هجوميا زي المقاولين أو فاركو وقادرة تأذيك. وهقولك إزاي في كلامنا عن دجلة. تشكيلنا بإذن الله يبقى صبحي يمين وشمال، عمر وبنتايج، الونش وحسام قلبين دفاع، شحاتة والسعيد وماهر الفينا يمين وشيكو شمال، وفي الهجوم عدي الدباغ. أفضل تشكيل متاح نبدأ بيه. عندنا كايد وفتوح ومنسي، واتمنى كمان يكون موجود معالي في القايمة لأنه البديل الوحيد لألفينا. دكة كويسة تقدر تغير لو احتاجناها. نيجي بقى لوادي دجلة نفسه. طبعا ماتش صعب ومهم، وهيتصعب أكتر وأكتر لأنه هيكون تاني يوم ماتش الأهلي وبيراميدز، والكل هيبقى باصص علينا والضغط هيبقى كبير، خصوصا إن وادي دجلة فريق كويس ونتائجه خداعة بشكل كبير. لعبوا 4 ماتشات ومعاهم 4 نقط من خسارتين وتعادل وفوز. اتعادل مع بيراميدز في أول ماتش في الدوري، وأنا شفت الماتش وتاخد من أخوك. التعادل كان ظالم لدجلة لأنه كان أحسن وأفضل وأقرب للتسجيل، وحتى ماتش إنبي وبتروجيت اللي خسروهم كانوا الأفضل واستحقوا على الأقل التعادل. فرقة كويسة والفرجة عليها حلوة، ودايما وادي دجلة فريق عنده شكل وهوية وطريقة لعب. ومن الآخر دجلة فريق أقوى من المقاولين وفاركو وبفرق محترم كمان، فالماتش هيكون صعب وصعب جدا. من أهم إيجابيات دجلة إنه فريق كورة، يعني هيلعب وهيحاول يطلع بالكورة، ولما بيقطع عنده شغل في المرتدات، بمعنى إنك مش نازل تقابل فريق مترم واقف في ال18 وعمال يطوح الكورة وخلاص. خد بالك بيلعبوا رميات تماس عظمة عن طريق لاعب اسمه دحروج، وقدروا يسجلوا منها الهدف الأول قصاد زد. مميزين جدا في الكور الثابتة وخصوصا الركنيات يعني. ومن الآخر هتقابل فريق رخم بيعرف يلعب كورة وبيحاول وبيستغل أي كرة ثابتة تجيله، كانت فاول، ركنية، أو حتى رمي التماس. أما السلبيات فهم فريق مش منظم دفاعيا بشكل كبير، عنده مشكلة واضحة ورا خط الدفاع وتسجل منها جون إنبي وبتروجيت. بس يمكن ده ما يحصلش قدامنا لأن غالبا دجلة هيدافع ومش هيسيب المساحات دي في خط ظهره، بيحاولوا يطلعوا بالكورة فلازم نضغط ونغلطهم. الحارس بتاعهم بيأخر الكرة في رجله وأوقات بيتفلسف بيها، وكان هيلبسهم كذا مرة. فياريت عدي وناصر وأي لاعب قريب منه يضغط عليه، وإن شاء الله هيغلط. ماتشنا مع وادي دجلة هو ماتش مهم جدا في مشوار الدوري، لأن أيا كانت نتيجة ماتش الأهلي وبيراميدز فهي إن شاء الله في صالحنا، بشرط نكسب دجلة. وإن شاء الله نكسب لأن مفيش بديل عن الفوز. وبس كده، وإن شاء الله اللي جاي يكون خير يا غالي.